السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله نبدأ مع بعض شرح امتحانات المحافظات من ملحق كتاب جيم. طيب، أول صفحة بيكون في عندنا امتحان محافظة القاهرة. خلي بالك أي امتحان بيبدأ معاك بسؤال الليسن، سؤال نص الاستماع. السؤال ده زي ما قلنا هو عبارة عن نص صغير. النص ده بتسمعه كويس جدا في بداية الامتحان، ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ تختار الإجابات اللي قدامك دي. طيب، علشان النص ده موجود عندك في آخر الكتاب ورا، فأنا هسيب لك السؤال ده زي واجب كده. اقرا النص ده على مهلك وابدأ اختار الإجابات اللي قدامك دي، وبعد كده أبدأ أشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل. طبعا سؤال مهم جدا وهو سؤال الديالوج، سؤال المحادثة. طيب، زي ما قلنا أهم حاجة إنك تقرا المحادثة كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر اللي فوق ده مهم جدا. السطر ده بيعرفك المحادثة كلها بتتكلم عن إيه. طيب، المحادثة بتاعتنا بيقول هنا أشرف is telling عادل about his visit to the fun fair. هنا بيقول إن أشرف بيخبر عادل عن زيارته إلى الملاهي. طيب، خلينا نشوف كده. عادل بيتكلم مع أشرف وبيقول له What did you do last weekend؟ بيسأله بقى إيه يعني الحاجة اللي أنت عملتها الأسبوع اللي فات. طيب، إحنا عرفنا من فوق إن هو زار الملاهي. بعد كده كمان عادل بيرد عليه وبيقول له the fun fair وبيستغرب كده. يبقى أول إجابة رقم واحد هيقول له هنا I went to the fun fair. بيقول يعني أنا ذهبت إلى الملاهي. بيقول له عملت إيه الأسبوع اللي فات؟ قال له أنا رحت الملاهي. يبقى أول إجابة I went to the fun fair. طيب، بعد كده عادل قال له the fun fair وقال له that's fantastic، دي حاجة كويسة. سأله سؤال بقى، عشان تعرف السؤال لازم تقرأ الإجابة. الإجابة قال له هنا I loved the big wheel most. أنا بحب العجلة الدوارة اللي هي عجلة الملاهي أكتر حاجة. فهنا أكيد بيسأله إيه أكتر حاجة عجبتك. طيب، هنا هيقول له إيه بقى؟ هيقول له what اللي هي ما أو ماذا. الفعل المساعد هنا هجيبه did لأن الفعل جاي في الإجابة في الماضي يعني، فأقول what did you love most. بيقول له إيه أكتر حاجة عجبتك هناك، أو إيه أكتر حاجة أنت حبيتها هناك. فقال له طبعا البيج ويل. طيب، بعد كده عادل سأل سؤال كمان، إجابته كانت the ticket costs 30 pounds. بيقول له إن التذكرة بتتكلف 30 جنيه. خلي بالك هنا بيسأل عن سعر التذكرة بتتكلف كام. طيب، هسأل هنا بهاو ماتش. لما تحب تسأل عن السعر بتقول هاو ماتش. الفعل المساعد هنا هتجيبه does. ليه بقى؟ لأن الفعل في الإجابة جاي آخره اس، فهتقول does وبعدين تقول the ticket cost كأنك بتقول له يعني التذكرة بتتكلف كام. يبقى هنا رقم 3 how much does the ticket cost، يعني بتتكلف كام. طيب، بعد كده عادل رد على الكلام ده على ال 30 جنيه يعني، وقال له هنا what food did you eat there. طيب، خلينا الأول نرد هنا على السعر. طبعا واضح ان هنا ممكن يقول له مثلا that isn't expensive، يعني 30 جنيه مش غالي. فهنا يقول له ان ده مش غالي يعني، واي اجابه هنا هتكون صح. طبعا هو بيعقب بس على موضوع السعر، فبيقول له ان هي يعني مش غاليه. وقال له بقى what food did you eat there؟ طب ايه الطعام اللي انت اكلته هناك؟ بص، هنا مفيش اجابه محدده، هو بس بيقول له that's my favorite food، يعني ده طعامي المفضل. يبقى هنا ممكن يقول له مثلا اي اكله. خلينا نقول I ate pizza، يعني انا اكلت مثلا بيتزا. رد عليه في الاجابه وقال له ان دي طعامي المفضل. طيب، الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بتبدأ معايا بسؤال القطعة. طيب، خلي بالك السؤال ده هو عبارة عن قطعة. القطعة دي بتترجمها كويس جدا قبل ما تحل. طيب، دلوقتي هنبدأ نقرأ القطعة بتاعتنا علشان نحل عليها. القطعة بتاعتنا بيقول هنا One of the common things in Egypt those days is the spread of mobile phones. هنا بيقول إن واحد من الأشياء الشائعة أو المنتشرة في مصر هذه الأيام هو انتشار الهواتف المحمولة. طيب، بعد كده بيقول especially خاصة among young people، خاصة يعني انتشارها بين الشباب. طيب، بعد كده بيقول the main reason السبب الرئيسي behind this is advertising. خلي بالك بقى، عايز يقول السبب الرئيسي خلف هذا الانتشار هو الإعلان. خلي بالك الضمير this هنا بيعود على the spread اللي هو انتشار الموبايل. Millions of pounds are spent on advertisement by mobile phone companies. بيقول كمان إن ملايين الجنيهات بتنفق على الدعاية والإعلان بواسطة شركات المحمول. بعد كده بيقول some people بعض الناس own mobiles to contact their friends. بعض الناس بيمتلك الموبايل علشان طبعا يتواصل مع أصدقائه. خلي بالك كلمة own معناها يمتلك.
others والآخرين need them for work. الآخرين بقى بيحتاجوا التليفون للعمل. طيب بعد كده بيكمل وبيقول girls البنات say بيقولوا that having mobiles gives them more freedom to go to many places without their parents being worried. بيقول إن البنات بيقولوا إن الموبايلات يعني بتديهم حرية إن هم يروحوا أماكن مختلفة بدون إن الوالدين يبقوا قلقانين عليهم as they can check on them at any time. طبعا علشان هم كل شوية بيقدروا يطمنوا عليهم في أي وقت. يبقى هنا البنات بقى عندهم حرية إن هم يتحركوا بسبب إن التليفون بيخلي إن الوالدين يطمنوا عليهم. Some other people ناس تانية بقى own mobiles بيمتلك التليفون just for showing off. خلي بالك بيقول إن بعض الناس الأخرى بيمتلكوا الموبايلات فقط للتباهي بيشيلوها كده كعرض فقط. Most of the time معظم الوقت young people الشباب receive mobiles as presents from their families and relatives. بيقول يعني في كثير من الأحيان الشباب بياخدوا التليفون ده كهدية يعني هدايا من عائلتهم ومن الأقارب. امتى بقى بياخدوه هدية؟ بيقول لك when they pass their exam لما مثلا ينجحوا في الامتحان. So لذلك mobiles have become a reward. عشان كده الموبايلات أصبحت يعني زي مكافأة أو منحة للنجاح. طيب بعد ما قرينا القطعة وفهمناها كويس جدا نبدأ مع بعض نحل أسئلة القطعة. السؤال الأول بيقول هنا What is the main idea of the passage؟ بيسألك بقى الفكرة الرئيسية للقطعة. طيب القطعة كلها كانت بتتكلم على انتشار الموبايل، فهنا ممكن أقول the spread of mobile phones in Egypt. أول يعني انتشار الهواتف المحمولة في مصر. طبعا الإجابة دي موجودة عندك في أول سطر في القطعة زي ما اتفقنا، أنت هنا بتحل من خلال فهمك للقطعة، فخلينا نقول the spread of mobile phone يعني انتشار الهاتف المحمول. السؤال اللي بعده بيقول هنا What the reason for the spread of mobile phones؟ خلي بالك بيسألك هنا إيه السبب بقى في انتشار الموبايلات أو الهواتف المحمولة. طيب هو قال لنا في القطعة إن السبب كان الإعلان والدعاية، فممكن أنت هنا تقول advertising اللي هو الإعلان، وممكن كمان تقول it is advertising يعني السبب هو الإعلان والدعاية. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا What do you think of mobile phones؟ بيسألك بقى إيه رأيك في الهواتف المحمولة؟ تقدر تقول I think أنا أعتقد. طالما بقول لك what do you think فبتقول له I think وتقول له they are great. هو بيسألك عن الهواتف جمع فهتقول هنا they are great يعني رائعة أو عظيمة. طيب نكمل مع بعض. بعد كده بيكون عندنا 3 أسئلة اختياري على القطعة برضو هنبدأ مع بعض نحلهم يا شباب. السؤال الأول بيقول هنا mobile companies spend نقط money أو on advertisement. بيقول شركات المحمول بتنفق طبعا الكثير من المال على الدعاية، يبقى أقول له a lot of. السؤال اللي بعده بيقول هنا the underlined word this refers to نقط. بيسألك الكلمة اللي تحتها الخط اللي هي كلمة this بتشير إلى إيه؟ طبعا وإحنا بنقرأ قلنا إن هي بتعود على the spread of mobile phones يعني انتشار الهواتف المحمولة. السؤال اللي بعده بيقول هنا the underlined word own means نقط. طيب الكلمة اللي تحتها الخط اللي هي own دي معناها يملك. الكلمة دي بقى يمتلك دي بتساوي كلمة possess اللي هي برضه معناها يمتلك، جاية من position ممتلكات. بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا سؤال اختياري. السؤال الأول بيقول هنا recycling can help us get rid of نقط. بيقول هنا يعني إعادة التدوير بتساعدنا إننا طبعا نقلل من التلوث، يبقى أقول له هنا pollution. السؤال اللي بعده بيقول هنا milk اللي هو اللبن butter and cheese are not products. اللبن والزبدة والجبنة كل دي طبعا اسمها منتجات الألبان. خلي بالك بقى منتجات الألبان دي اسمها dairy products، يبقى هنا اختار dairy. أما كلمة diary دي معناها يوميات. طيب احنا عايزين هنا dairy. اللي بعده بيقول in the museum you can see lots of نقط big and small. بيقول لك في المتحف تقدر انك تشوف الكثير من ايه، ممكن تكون كبيرة او صغيرة. طبعا بنتكلم هنا عن السكالبتشرز اللي هي طبعا المنحوتات او التماثيل، يبقى اقول له sculptures. بعد كده the violin is one of the musical نقط. بتكلم على آلة الكمان، هي واحدة من الآلات الموسيقية. آلات موسيقية يبقى اقول له musical instruments. السؤال اللي بعده بيقول هنا I like wearing clothes which make me نقط. بيقول أنا بحب أرتدي الملابس دي علشان هي طبعا
بتريحني بقول له comfortable. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول هنا I want to play football so I will wear my new A. بيقول أنا أريد أن ألعب كرة قدم لذلك أنا هرتدي إيه؟ طيب هيلعب كرة قدم يبقى هيلبس trainers اللي هو حذاء رياضي. واللي بعده بيقول هنا how many اللي هي كم العدد how many نقط are there in our solar system. طيب بيسأل عن حاجة موجودة في مجموعتنا الشمسية، طبعا الكواكب، كم عدد الكواكب اللي موجودة في المجموعة الشمسية. الكواكب دي بقى اسمها planets يبقى how many planets. واللي بعده بيقول هنا she always نقط first. خلي بالك كلمة always بتدل على ان الزمن ده مضارع مستمر. طيب she هنا فاعل مفرد يبقى الفعل هيجي اخره اس المضارع البسيط يبقى all comes. سهلة كده. واللي بعده بيقول in the future we نقط be able to travel by rocket. انا بتكلم عن مستقبل، في المستقبل هنبقى قادرين نسافر بالصاروخ يبقى انا عايز هنا اعبر عن المستقبل يبقى استخدم will فاقول هنا will be able to. بعد كده بيقول I know a نقط words of French. خلي بالك بقى من السؤال ده، انا عايز اقول بعرف كلمات ايه للغه الفرنسيه. طيب هنا كلمه words دي جمع ما ينفعش much ولا ينفع less. طيب ما انا عندي many وعندي few، الصح ايه؟ بص خلي بالك في قبل النقط هنا حرف الاي، طيب ما ينفعش يجي قبل كلمه many، امال الصح ان انا اقول a few. بعرف عدد قليل من الكلمات يبقى اقول a few. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا she didn't read نقط books last week. هنا عايز يقول ان هي ما قرتش اي كتب الاسبوع اللي فات. خلي بالك من حاجه مهمه جدا، didn't هنا نفي، لما تكون الجمله منفيه بستخدم any ما بستخدمش some. لم تقرا اي كتب. بعد كده you نقط go to bed too late. طيب خلي بالك هنا بيقول لك انك تذهب للنوم متاخر جدا، طبعا ما ينفعش فهنا مش هقول should، امال الصح ان انا اقول shouldn't، هينفي بقى يعني لا يجب عليك انك تنام متاخر يبقى هنا shouldn't. اللي بعده بيقول هنا she suggested نقط on a trip. طيب في معلومة مهمة جدا ان كلمة suggest بيجي بعدها الفعل مضاف له ing، هي بتقترح الذهاب الى رحلة يبقى اقول له هنا going. بعد كده بيقول do you like نقط shoes. طيب خلي بالك هنا كلمة shoes هي كلمة جمع يبقى هنا ما ينفعش اقول this، الصح ان انا اقول these shoes. نخلي بالنا يا شباب يبقى هنا اقول these او those، الاتنين صح. طيب بعد كده نكمل مع بعض سؤال باراجراف زي ما قلنا ان شاء الله ده هينزل له مذكره قريب جدا على القناه. الصفحه اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا امتحان محافظه الجيزه. طيب بيبدا معايا برضو بسؤال الليسن، سؤال نص الاستماع. زي ما اتفقنا السؤال ده عباره عن نص صغير بتسمعه كويس جدا في بدايه الامتحان، ومن خلال اللي انت سمعته بتبدا تختار الاجابات اللي قدامك دي. طيب علشان النص ده موجود عندك في اخر الكتاب فهتلاقيني بسيب لك السؤال ده زي واجب كده، اقرا النص على مهلك وبعدين ابدا اختار الاجابات اللي قدامك دي. وابدا بعد كده اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل، وهو سؤال مهم جدا طبعا، سؤال الديالوج، سؤال المحادثه. زي ما قلت لك اهم حاجه انك تقرا المحادثه كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر اللي فوق ده مهم جدا، السطر ده بيعرفك المحادثه كلها بتتكلم عن ايه. طيب المحادثه بتاعتنا بيقول هنا ماهر is talking to a salesman about buying a new shirt. هنا بيقول يعني ان ماهر بيتكلم مع البائع في المحل عن شراء طبعا قميص جديد. خلينا نشوف كده. طيب السيلزمان اللي هو البائع في المحل بيكلم ماهر وبيقول له هنا ويلكم، وبعدين يسأله سؤال بيقول how can I help you، ازاي اقدر اساعدك. طيب احنا عرفنا من السطر اللي فوق ان ماهر عايز يشتري قميص جديد، يبقى هنا هيكتب له بقى I am looking for a new shirt. انت هنا بتنقل من السطر اللي فوق بيقول له I am looking for، انا ابحث عن a new shirt، قميص جديد. عرفنا منين يا رجاله؟ من السطر اللي فوق، عشان كده بقول لك السطر ده مهم جدا ولازم تقراه وتفهمه قبل المحادثه. بعد كده البائع سأله سؤال، قال له هنا في الإجابة I need a black one for my brother's wedding. بيقول له أنا محتاج واحد لونه أسود لحفلة أخويا. خلي بالك بقى طالما قال له لونه أسود يبقى بيسأل عن اللون، لما تيجي تسأل عن اللون بتستخدم what color. فهنا البياع بيقول له what color do you need، إيه اللون يعني اللي أنت محتاجه؟ قال له في الإجابة أنا محتاج قميص لونه أسود علشان حفلة زفاف أخويا. يبقى هنا رقم 2 what color do you need. بعد كده السيلزمان البائع سأله سؤال كمان، الإجابة كانت well حسنا it looks nice can I try it on. طيب بيقول له إن هو رائع يعني
فهنا بيقول له يعني ايه رأيك في القميص ده؟ هقولها ازاي؟ هقول هنا what do you think of this؟ ممكن اقول له ما رأيك في هذا القميص؟ طيب جبنا السؤال ده منين؟ لان هنا ماهر في الاجابة بيقول رأيه، بيقول له كويس القميص ده باين عليه رائع. يبقى هنا رقم 3 what do you think of this؟ ايه رأيك في ده يعني؟ قال له تمام. وسأله هنا ماهر وقال له can I try it on؟ ممكن ان انا اقيسه يعني؟ طبعا هيقول له اكيد. فهنا ده سؤال بهل، لما تيجي تجاوب بقى هتقول yes، ممكن تقول you can، وممكن تقول yes of course او sure، كل دي اجابات صح. ايوه يعني تقدر انك تقيسه فعلا. بعد كده ماهر قال له I think it fits well، اعتقد ان هو لائق عليا. how much does it cost؟ بيتكلف كام بقى؟ بكام؟ طيب مفيش سعر محدد، اكتب اللي انت عايزه. ممكن تقول مثلا it costs، طبعا انت بتجيب الفعل هنا مضاف له اس عشان ده مضارع بسيط، وتكتب اي رقم. خلينا نقول 200 باوندز، يعني بيتكلف مثلا 200 جنيه، واي حاجه غير كده هتكون صح برضه. في النهايه طبعا قال له اتفضل، وقال له ثانك يو، شكرا لك. طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال القطعه. زي ما قلنا اهم حاجه انك انت تقرا القطعه كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. دلوقتي هنبدا نقرا القطعه بتاعتنا ونترجمها علشان نحل عليها. طيب القطعه بتاعتنا بيقول هنا مازن is a clever boy. مازن ولد شاطر. He was born in جيزة. هو ولد في محافظة الجيزة. He is 15 years old. هو بقى عنده 15 سنة. He is in his second year of prep school. بيقول إن هو يعني في تاني سنة ليه في مدرسة الإعدادي، يعني في تاني إعدادي. بيكمل وبيقول he likes English and science very much. هو بيحب الإنجليزي والعلوم كتير جدا. بعد كده بيقول he wants to be a chemist when he grows up. بيقول إن هو عاوز يعني إنه يبقى صيدلي لما يكبر. طيب بيكمل بيقول his hobbies، هواياته are collecting stamps، جمع الطوابع and playing chess، ولعب الشطرنج. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض قراية القطعة. كنا قلنا إن هوايته هي لعب الشطرنج. بيكمل بقى وبيقول he has an American pen friend called John. بيقول إن هو ليه يعني صديق أمريكي اسمه جون. بيكمل كلامه وبيقول he has never met his before. هو عمره ما قابله قبل كده. خلي بالك هو هنا بيتكلم عن مين؟ هي هنا بتعود على مازن اللي هو بطل القطعة كلها. بيكمل وبيقول they only know each other by sending emails on the internet. هم فقط بيعرفوا بعض من خلال يعني إرسال رسائل الإيميل على الإنترنت. جون صاحبه بقى says he will visit Egypt with his family next January. بيقول إن صاحبه جون هيزور مصر يعني مع العائلة في يناير القادم. طيب بعد ما فهمنا القطعة نبدأ نحل عليها. القطعة بتاعتنا السؤال الأول بيقول هنا What is the main idea of the passage؟ إيه الفكرة الرئيسية للقطعة؟ القطعة بتتكلم عن شخص اسمه مازن وعن حياته، فأقدر أقول هنا مازن بكل بساطة كده. لما تحب تقول حياة مازن بتكتب الاسم وبعدين بتحط أبوستروفي اسم الملكية وبعدين تكتب لايف، دي معناها حياة مازن. طيب يبقى مازن's لايف. بعد كده بيقول How did مازن and John know each other؟ بيقول هنا ازاي مازن وصاحبه جون بيتواصلوا مع بعض او بيعرفوا بعض. طيب هو قال لي by sending emails، كان قال في القطعة عن طريق ان هم بيرسلوا رسائل عبر الانترنت، فاقول له هنا by sending emails on the internet. خلي بالك البين فريند صديق المراسلة ده هو شخص انت ما شفتوش، بس مجرد انك انت بتراسله عن طريق النت مثلا وهكذا. بعد كده why do you think مازن wants to be a chemist؟ ليه تعتقد ان مازن عايز يطلع يعني صيدلي؟ ممكن نقول مثلا بسبب انه بيحب العلوم، فاقول له هنا because، دي الاجابه بقى because he likes science. عرفت منين انه عايز يطلع صيدلي مثلا؟ او في رايك هو ليه عايز يطلع صيدلي؟ بسبب ان هو بيحب الايه؟ ماده العلوم. يبقى اقول له because he likes science، بيحب العلوم. طيب بعد كده بيبقى عندنا برضو 3 اسئله اختياري على القطعه بيتحلوا برضو من خلال القطعه. السؤال الاول بيقول مازن's pen friend is not. بيقول صديق المراسله لمازن ده جنسيته ايه؟ طبعا هو قال لي ان هو امريكي. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا the underlined pronoun he، الضمير هي بيشير الى ايه؟ واحنا بنقرا القطعه قلنا الضمير اللي تحت الخط هي بيشير الى مازن اللي هو طبعا بطل القصه كلها، فاقول له هنا مازن. واللي بعده بيقول هنا مازن's pen friend will visit Egypt امتى؟ بيقول صديق مازن هيزور مصر امتى بقى؟
طبعا في آخر سطر هو كاتب لي next January، في طبعا شهر يناير القادم. بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا سؤال اختياري. نبدأ مع بعض. السؤال الأول بيقول هنا his brother was born نقط he couldn't see. بيقول إن أخوه ولد إيه؟ يعني هو لا يستطيع أن يرى. طالما ما بيقدرش يرى يبقى blind. كلمة blind معناها كفيف. واللي بعده بيقول she is wearing a pair of beautiful gold. خلي بالك بقى، طالما قال لك إن هي بترتدي زوج من، طبعا هنا طالما اتنين يبقى هنا حلق، الحلق اللي هو earrings. بعد كده بيقول a or an نقط is equipment that turns using the wind to make electricity. خلي بالك ايه هي المعدة اللي بتستخدم الرياح علشان تنتج الكهرباء؟ طبعا دي wind turbines اللي هي توربينات الرياح. واللي بعده بيقول هنا my little sister is not sweets she always wants to eat them. بيقول اختي الصغيرة، عايز يقول هنا ان هي مدمنة للحلويات. طب عرفت ازاي؟ لانه بيقول ان هي دايما عاوزة تاكلهم، يبقى دي مدمنة ليه اللي هي addicted to. بعد كده بيقول my jacket is damaged so my mother is not it. بتقول يعني او بيقول يعني الجاكيت بتاعي تالف عشان كده ماما بتخيطه، يبقى اقول له هنا is sewing it. واللي بعده بيقول هنا please don't put نقط salt in my food. بعد كده بيقول I don't like it. من فضلك لا تضع الملح، خلي بالك لا يعد. طيب لا تضع ملح على الطعام، انا ما بحبوش. لا يعد يبقى هنا ما ينفعش مني ولا a few. طيب enough ولا any؟ هو هنا بيقول لك don't put لا تضع، انا ما بحبوش اصلا فلا تضع اي ملح، فاقول هنا any. بعد كده بيقول هنا I can see some dark clouds. بعد كده بيقول it نقط. خلي بالك انا شايف سحب، ده دليل على انها هتمطر في المستقبل. لما يكون عندي دليل بستخدم المستقبل ب going to. تركيبة كاملة بقى it هيجي وراها is going to والمصدر is going to rain. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول هنا I like walking along the Nile to see the beautiful نقط. هنا بيقول أنا بحب المشي بطول نهر النيل علشان أشوف أو أرى، عايز يقول مناظر طبيعية جميلة. منظر طبيعي اسمه scenery، فهنا أقول scenery يعني منظر طبيعي. اللي بعده بيقول هنا shall I buy this t-shirt or that green نقط. طيب خلي بالك بقى، أنا هنا بتكلم عن this t-shirt. التيشيرت ده مفرد، مفرد يبقى أقول هنا إيه green one، دي اللي بتيجي مع المفرد، يبقى هنا one. واللي بعده بيقول هنا the email is in French can you نقط it for me. ده بيقول إن الإيميل ده مكتوب باللغة الفرنسية، هل ممكن بقى تترجمه لي؟ طيب كلمة يترجم دي اسمها translate. السؤال اللي بعده بيكون عندنا سؤال correct. نبدأ مع بعض. سؤال correct السؤال الأول بيقول هنا I نقط the dentist next Thursday. طيب أنا هنا بتكلم عن مستقبل وهو جايب لي بين الأقواس going والمصدر، يبقى عايز مستقبل ب going to. طيب I بيجي معاها am وبعدين going to وبعدين فعل في المصدر، لازم تبقى حافظ التركيبة كلها. يبقى هنا أقول I am going، تجيب to من دماغك وتكتب المصدر زي ما هو، يبقى I am going to visit. اللي بعده بيقول هنا they نقط speak English. طيب جايب لي بي وجايب لي able، عايزك تعبر عن القدرة. طيب زي هنا جمع، فهنا بي هتتصرف إلى are، هقول يعني هم بيقدروا يتكلموا إنجليزي. جمع يبقى أقول له are وبعدين able، وخلي بالك أنت حافظ بقى هتجيب able بيجي وراها to، يبقى are able to. يبقى أقول له هنا they are able to، هو جايب لك المصدر في الجملة. بعد كده بيقول he نقط a computer. طيب جايب لك know وجايب لك use، عايز يعبر عن القدرة باستخدام know. طبعا دي تركيبة برضو اسمها know how to. طيب هي هنا مفرد، مفرد يبقى تقول لي knows، اوعى تتلخبط، هتحط اس المضارع البسيط هنا للفعل اللي هو know، تقول knows وهتجيب من دماغك how وبعدين to وترجع تكتب الفعل في المصدر تاني، فتقول لي knows how to use. اللي بعده بيقول هنا if he نقط to Luxor he will watch the temples. طيب نخلي بالنا بقى، عندي هنا رابط اللي هو if، الجملة التانية جاي فيها will والمصدر، دي اسمها الحالة الأولى من حالات if. الحالة الأولى if بيجي وراها مضارع بسيط. طب هي مفرد مضارع بسيط يبقى الفعل آخره اس، سهلة كده، فهتقول هنا travels. طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال الباراجراف. زي ما قلنا إن شاء الله اليومين الجايين دول هتلاقي عندك مذكرة على القناة مشروح فيها السؤال ده بالتفصيل. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا امتحان مهم جدا وهو محافظة الإسكندرية. طيب نبدأ مع بعض محافظة الإسكندرية بسؤال اللسن نص الاستماع.
زي ما قلنا السؤال ده عبارة عن نص صغير بتسمعه كويس جدا في بداية الامتحان، من خلال اللي انت سمعته بتختار الإجابات اللي قدامك دي. طيب علشان النص ده موجود عندك في آخر الكتاب فهتلاقيني بسيب لك السؤال ده زي واجب كده، اقرا النص على مهلك وابدأ اختار الإجابات اللي قدامك دي، وابدأ بعد كده اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل. طبعا سؤال اداها سؤال المحادثة. طيب زي ما قلنا أهم حاجة إنك تقرأ المحادثة كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر ده مهم جدا، السطر ده بيعرفك المحادثة كلها بتتكلم عن إيه. طيب المحادثة بتاعتنا بيقول هنا مها is reading an article about technology. مها بتقرأ مقال عن التكنولوجي. مهم جدا إنك تعرف مها بتعمل إيه. طيب هنا رانيا هتبدأ تكلم مها صاحبتها وتقول لها سؤال، بتقول لها هنا what are you reading about مها، يعني بتقول لها ايه اللي انت بتقرأيه او انت بتقرأي عن ايه. طيب انا هنا في السطر الاولاني عرفت ان هي بتقرأ مقال عن التكنولوجي، يبقى هكتب لها الاجابة دي سهلة كده. يبقى السطر اللي فوق ده مهم جدا، ممكن يكون فيه حل نقطة من المحادثة. بقول اجابة رقم 1 هقول هنا I am reading an article، يعني انا بقرأ، هي بتقول لها بقى انا بقرأ مقالة about technology عن التكنولوجي. يبقى هنا رقم 1 I am reading an article about technology، انت بتنقل من السطر اللي فوق. طيب بعد كده رانيا بتبدأ تسأل معها سؤال وبتقول لها do you know much about technology. طبعا do في أول السؤال معناها هل انت بتعرفي حاجات كتير عن التكنولوجي؟ وطبعا هتقول لها أيوه، فهنا تقول yes كما ونعكس بقى اليو بتتحول إلى I، وطبعا do هتنزل زي ما هي، فتاني حاجة هتقول لها yes I do. بعد كده رانيا بتسأل سؤال، الإجابة كانت the type of technology I use every day is the internet. بتقول لها النوع من التكنولوجي اللي انا بستخدمه كل يوم هو الانترنت. فهنا رانيا بتسالها وبتقول لها ايه النوع اللي بتستخدميه كل يوم؟ ما النوع دي اسمها what type او what kind، الاثنين صح. خلينا نقول what type ما النوع of technology من التكنولوجي، وهتكمل بقى من الاجابه هتقول do you use every day. النوع من التكنولوجي الفعل المساعد هنا هحطه اللي هو do you use every day. بتقول لها يعني ايه النوع من التكنولوجي اللي انت بتستخدميه كل يوم؟ قالت لها طبعا الانترنت. طيب بعد كده نكمل مع بعض. رانيا بتبدأ تسألها سؤال وبتقول لها do you think، هل انت تعتقدي it's the most important invention، هل في رأيك بقى يعني الانترنت ده هو اهم اختراع؟ طيب قالت لها حاجة، قالت لها بسبب ان هو بيساعدنا في الدراسة، يبقى هي هنا رأيها كده، فهتقول هنا yes. يبقى هنا رقم 4 هنقول yes I think so. هي بتقول لها هل تعتقدي ان هو اختراع مهم؟ فبتقول لها طبعا ايوه انا اعتقد ذلك yes I think so. سألتها سؤال كان الإجابة because it helps us study and do research، بسبب انه بيساعدنا في البحث والدراسة. طالما الإجابة بدأت because يبقى السؤال هنا بي why، تقدر تكتب why بس كده هتكون صح، وممكن تكمل تقول why do you think so، ليه انت بتعتقدي ذلك؟ قالت لها طبعا عشان بيساعدنا في الدراسة، يبقى آخر حاجة why do you think so. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا السؤال الثالث وهو سؤال القطعة. زي ما قلنا أهم حاجة طبعا إنك تقرأ القطعة كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. دلوقتي هنبدأ نقرأ القطعة بتاعتنا علشان نحل عليها. طيب القطعة بتاعتنا بيقول هنا not all people، مش كل الناس يعني think the same about shopping online. بيقول هنا مش كل الناس لها نفس الرأي أو بتعتقد نفس الاعتقاد في التسوق عبر الإنترنت. طيب some people، بعض الناس think shopping online is great، بعض الناس شايفة ان التسوق عبر الانترنت دي حاجة كويسة. They think it saves time، بيقول ان هم يعني شايفين ان هو طبعا بيوفر الوقت. خلي بالك it هنا عايدة على الشوبينج اونلاين التسوق. طيب بيوفر الوقت ليه بقى؟ بيقول because they don't spend much time traveling to the shops. طيب هم بيعتقدوا ان بيوفر الوقت بسبب ان هم ما بيقضوش وقت كبير في السفر الى المحلات. and they can stay at home and buy anything، كمان هم يقدروا يشتروا الحاجات اللي هم عايزينها at home من البيت يعني، وان هم يشتروا اي حاجة هم في البيت. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض قراية القطعة. بيكمل بعد كده وبيقول they want in a few minutes، يقدروا يشتروا اي حاجة هم عايزينها في دقايق قليلة. بعد كده بيقول they think that they have many choices online، كمان بيعتقدوا ان هم بيكون عندهم خيارات اكتر لما يتسوقوا عبر الانترنت. in their view، من وجهة نظرهم في رأيهم shopping online التسوق عبر الانترنت will make fewer cars on the streets. خلي بالك هم شايفين كمان ان التسوق من على الانترنت هيجعل في سيارات اقل في الشوارع. so لذلك
there will be less pollution. علشان كده بقى هيكون في تلوث أقل. هم شايفين كده يعني. بعد كده بيقول on the other hand على الجانب الآخر some people بعض الناس don't think the same. مش شايفين نفس الشيء يعني لا يعتقدوا نفس الحاجة. they don't like shopping online. بيقول إن هم يعني ما بيحبوش التسوق عبر الإنترنت. they say they always get the wrong delivery. بيقول إن دايما بيحصل أخطاء في التوصيل when they buy لما بيشتروا عبر الإنترنت. دايما يعني بيحصل غلطة في التوصيل بيجي غلط لما بيشتروا حاجة من على النت بتيجي لهم بالخطأ يعني. طيب بيقول كمان they don't like هم كمان ما بيحبوش to waste time waiting for a delivery. كمان ما بيحبوش إن هم يضيعوا وقت في انتظار توصيل الحاجة. بعد كده بيقول they prefer to try things and see materials before buying them. هم كمان بيفضلوا ان هم يجربوا الحاجة ويشوفوا المادة الخام بتاعتها قبل ما يشتروها. طيب بعد ما قرينا القطعة بتاعتنا وفهمنا عليها نبدأ بعد كده نحل أسئلة القطعة. نبدأ مع بعض أسئلة القطعة. السؤال الأول بيقول هنا give a suitable title to the passage. أعطي عنوان مناسب للقطعة. سهلة جدا دي. القطعة كلها يا شباب بتتكلم على الأونلاين شوبينج. فأنت هنا من خلال فهمك للقطعة هتكتب الإجابة. أول إجابة هنا رقم 1 هنكتب فيها أونلاين شوبينج اللي هو يعني التسوق عبر الإنترنت. طيب بعد كده بيقول What do you think of shopping online؟ بسألك أنت بقى إيه رأيك في التسوق عبر الإنترنت؟ قول اللي أنت عايزه. أسهل حاجة إنك تقول إن هو حاجة كويس. ممكن تقول هنا طبعا I think it's great. أعتقد إن هو رائع. طيب لو عايز تقول رأيك وتقول السبب كمان قوله مفيش مشكلة. It's great as it saves time. ولو ما كتبتش الجزئية دي برضو صح لأن هو ما طلبش منك السبب. خلينا نقول it's great هو رائع as it saves time علشان بيوفر الوقت. طيب بعد كده بيقول هنا where can you stay while shopping online. بيسألك بقى where يعني أين. بيقول لك بتقعد فين يعني لما تتسوق عبر الإنترنت. هو قال لي من البيت يبقى أقول هنا at home. المكان اللي ممكن تتسوق منه أقدر أتسوق من البيت فأقول at home. طيب بعد كده بيكون في عندنا أسئلة اختياري على القطعة برضو. الأسئلة دي بنحلها من خلال القطعة. السؤال الأول بيقول هنا the underlined word view means not. بيسألك الكلمة اللي تحتها الخط اللي هي view بتعني ايه. طبعا دي معناها رأي بتساوي opinion. طيب بعد كده بيقول if more people buy things online the streets will be less ايه. طيب هو كان بيقول في القطعة لو ناس كتير تسوقت من على الانترنت الشوارع هتبقى فيها طبعا تلوث أقل فأقول هنا polluted. بعد كده بيقول هنا the underlined pronoun it. ضمير it اللي تحته الخط ده بيشير إلى إيه؟ طيب وإحنا بنقرأ قلنا إن هو بيشير إلى الشوبينج أونلاين اللي هو طبعا التسوق عبر الإنترنت. بعد كده بيكون عندي السؤال الرابع وهو طبعا سؤال مهم جدا سؤال اختياري. السؤال الأول بيقول هنا نقط are like planes but they don't have wings. بيقول حاجات يعني تشبه الطائرات ولكن هي ما عندهاش أجنحة. طبعا ده تعريف للهليكوبترز اللي هي الطائرة الهليكوبترز. بعد كده بيقول هنا the boy hopes he not a new bike. الولد بيأمل. طالما قال لك hope يعني يأمل أو يتمنى يبقى ده مستقبل بويل. فهنا أقول will buy إنه يعني هيشتري عجلة جديدة في المستقبل فأقول will buy. السؤال اللي بعده بيقول هنا the screen of my phone was not 2 days ago. I want a new one. طيب هنا عايز يقول إن شاشة الموبايل انكسرت منذ يومين. أنا عايز واحدة جديدة. طيب عايز أقول انكسرت أو دمرت يعني was damaged. واللي بعده بيقول هنا I think people want not on holiday to space. سهلة جدا دي. خلي بالك كلمة want هي النفي بتاع will. want بيجي وراها الفعل في المصدر. طب المصدر اللي هو go فأقول له هنا want to go. واللي بعده بيقول there are expensive new flats next to the river. طيب عايز يقول إن يوجد هنا خلي بالك بعض الشقق الغالية بجوار النهر. طيب جملة مثبتة يبقى أقول له some. سهلة كده فأقول له some. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول هنا if you don't understand any point. بعد كده بيقول ask your teacher to note it. هنا بيقول لك يعني لو أنت مش فاهم أي نقطة اطلب من المدرس إنه يشرحها. كلمة بقى يشرح دي اسمها explain فأقول هنا to explain. بعد كده بيقول girls prefer wearing fashionable knot in their ears.
البنات بتفضل ان هي تلبس ايه على الموضة في الاذن. طالما قال لك في الاذن يبقى هنا على طول earrings اللي هو الحلق. واللي بعده بيقول هنا I had نقط from my friend to his birthday. برضو بيقول انا تلقيت او انا عندي ايه من صديقي لعيد ميلاده. طيب بيبقى حفلة عيد الميلاد يبقى انا جالي دعوة من صديقي. كلمة دعوة يعني invitation، فاقول هنا invitation. بعد كده بيقول which musical نقط can you play. طيب خلي بالك ده سؤال عايز يقول ايه الآلة الموسيقية اللي بتقدر تعزف عليها. آلة موسيقية يبقى اقول له instruments. طيب بعد كده بيقول هنا to make an omelet نقط eggs in a bowl. بيقول لك بقى علشان تعمل البيض يعني اومليت انت محتاج انك تضرب او تخفق البيض. طيب يخفق او يضرب دي اسمها بيت. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيكون عندنا سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا there is 2 نقط rice in the fridge. طيب خلي بالك بقى كلمة رايس اللي هي الأرز دي كلمة لا تعد، بتعامل معاملة المفرد، ما ينفعش يجي معاها مني. امال الصح ان انا اقول ايه؟ too much، عايز يقول يعني يوجد كمية كبيرة من الرز، فهنا اقول له much. طيب بعد كده بيقول don't نقط to tidy up your room. سهلة جدا دي. احنا قلنا ان don't بيجي وراها الفعل في المصدر. طب المصدر من forgot لازم تبقى حافظه اللي هو طبعا forget بمعنى لا تنسى، يبقى اقول له هنا forget. واللي بعده بيقول نقط you able to swim. ده تعبير عن القدرة. قلنا able to بيجي قبلها يا is يا are على حسب الفعل. طب you هنا فعل جمع يبقى اقول ايه؟ are. طبعا بيجي قبلها يا am يا is يا are، فاقول له are you able to. بعد كده بيقول why don't you wear نقط brown scarf. طيب خلي بالك انت هنا بتسأل عن حاجة مفرد ولا جمع. scarf مفرد، ما ينفعش اقول this، هجيب المفرد منها اللي هي بقى this، فاقول هنا this. طيب بعد كده بيكون عندنا سؤال باراجراف زي ما قلنا ان شاء الله، ده ينزله مذكرة قريب جدا على القناة.